السلام عليكم. اليوم جيتكم في وصفه اخرى ديال لي كاب كيك مالحين. كيجيو زوينين هاد لي كاب كيك. تعرفوا دابا كنبغيو نبدلو هكا شويه، ما نبقاوش ناكلو غير الحاجه الحلوه. دوزو دابا نديرو حاجه مالحه اللي تكون هكا زوينه ولذيذه وفي نفس الوقت اقتصاديه وكتجي لذيذه. بسم الله على بركه الله، غندوز معكم هنا بالمقادير. اول حاجه خديت هنا واحد الاناء اللي غادي ندير فيه 3 الحبات ديال البيض على كل حراره المطبخ، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، و3 المعالق ديال زيت الزيتون او زيت نباتي اللي عندكم، وكاس ديال الحليب يكون دافي. وكنخلط هكا كلشي مزيان. وغادي نزيد هنا 2 معالق هنا ديال الجبن، يعني اي نوع ديال الجبن عندكم. الا ما عندكمش كاع الجبن تقدروا ديروا 3 الحبات ديال الجبن المثلث. درت هنا شويه ديال الزيتون خضر والزيتون اسود، وحبه وحده ديال الجزر وشويه ديال الفلافل ملونين، و100 غرام ديال الجبن مبشور، وعلبه وحده ديال الطون اللي صفيتها من الزيت، وشويه ديال الزعتر والزعيطره، وشويه ديال البودره تكون هكا حاره ومليحه، وشويه بودره ديال الثوم. وخلطنا كلشي مزيان. وغادي ندير هنايا كاس ونص ديال الدقيق، نعاود نخلط هكا كلشي مزيان. وغادي ندير هنا 2 ساشيات ديال الخميره. الخميره كنخليوها اخر حاجه، هي الخميره. بالنسبه للدقيق عبرت هنا بالكاس ديال العنبه، كاس ونص صافي. وغناخذ هنايا واحد المول ديال لي كاب كيك اللي غادي ندهنو بالزيت. نتوما من الاحسن البنات دهنوه بالزبده، يعني باش ما يجيكمش في الصعوبه تحيد لكم. هي الزبده دغيا كتحيد الحاجه، ما كتبقاش لاصقه علينا، يعني بسهوله كتحيد لينا. انا دهنتو هنا غير بالزبده، كانت ما عنديش، دهنتو هنا غير بالزيت عفوا، ما كانش عندي هنايا الزبده صافي. وخديت هكا واحد المعلقه اللي نحط بها هنا في لي كاب كيك، وما تعمروهمش بزاف، خليهم هاد نفس القياس اللي درت انا دابا، بحال هكا على قد هاد القياس صافي. غنبقى هكا غادا مستمره حتى نكمل هاد لي كاب كيك كلهم صافي. انا بعد ما كملتهم هنا غادي ناخذ واحد الصوص هنايا ديال الصوص ديال الطماطم، يعني اي نوع ديال الصوص اللي عندكم. انا درت هاد مطيش هادي سوليس كتعطي واحد البنه زوينه صافي. وغادي ناخذ هكا واحد المعلقه صغيره اللي غادي نقاد بها بهاد الطريقه صافي. وغادي نزين بواحد شويه ديال الفرماج مبشور وشويه ديال الفلفل هكا من الالوان باش كتعطينا واحد الشكل زوين. وغادي ندخلهم الفران على درجه الحراره 180، كنشعل عليهم غير لتحت حتى كيطيبوا لينا من تحت، عاد كنشعل من الفوق. وبالنسبه للفران يعني تكون نديروهم في الوسط، ما نقربهمش العافيه باش ما يتحرقوش لينا. والتزيين كيبقى هكا بسيط، يعني لحسب نتوما واش متوفر عندكم. ومن غير يطيبوا غنعاود نتلاقى معكم. وها هما لي كاب كيك اللي حضرت معكم باش كتعرفوا راه طابو. كتاخذوا هكا العويد هذا اللي كنديروا به هكا ديال، يعني اللي عندكم ديال لي كوردون اللي عندكم تقدروا هكا تشوفوا به صافي. ملي كيطيبوا كنخليهم حتى كيبردوا، عاد كنحيدهم من هذاك المول لحقاش حيت كيكونوا هشاش بزاف، يكونوا رطبين. وانا قسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. كيجيو زوينين البنات، كيجيو بحال فيهم داك المذاق ديال البيتزا. المهم كيجيو واحد المذاق فيهم زوين. دابا كنقطع معكم وطالع واحد الرويحه زوينه فيهم. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، وما تنسونيش من لايك والبارطاج باش يوصلكم كل جديد ديالي.